السلام عليكم المشاهدين العزاز، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه وراحه البال. وخوتي الناس ديال الغربه تاتوما عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم هذا العيد اخوتي بالصحه والسلامه. والناس ديال الجاليه اللي كعسق شي حاجه، عسق الرفيسه البسطيله، اللي عسقتوا شي حاجه باب يفتح لكم. اللي بغى شي حاجه يكتب لي في التعاليق واللي يجي عندي باب يفتح للجميع. عيطت لي واحد السيده من اوروبا مسكينه، قالت لي عسقت ديك الرفيسه، قلت لها نهار تدخلي للمغرب جي عندي مرحبا بك. النمره رانا حاطاها في القناه، اللي بغى شي حاجه وبغى يجي عندي باب يفتح للجميع، مرحبا بالجميع. غادي نحضر معكم واحد البسطيله ديال الحوت. الصراحه ما كرهتش نحضر معكم داك البطبوط داك الملوي وهذيك البسبوسه ديال العيد نحضروا معكم في العيد، ولكن الكبيدات ما كانش عندي الوقت داكشي باش ما حضرت معكم الحلويات ديال العيد وهاد البسبوسه، البوشيار الملوي. كنت غادي نحضر معكم كل شيء، ولكن راكم عارفين الكبيدات. هاد الفيديو درتو معكم نهار الاربعاء، ونهار الخميس جيت من اكادير، جيت المحمديه عند ولدي. هاد السي اللي كاينه الكبيدات. ندوزو دابا نتعرفوا على المقادير وندوزو لطريقه التحضير. عندي هاد القصور ديال الكروفيط كما كتشوفيهم، كنجد عليهم كنغسلهم وكنحكو عليهم شويه ديال الزعتر وورقه سيدنا موسى، شويه ديال الثومه، شويه ديال الزيت النباتي. كنخليهم يتصحروا مزيان، انا ما كنخويش الماء نيسان، كيتصحروا مزيان عاد كنزيد عليهم الماء الطايب. هما باش كنديرهم في السعريه الصينيه وفي الفطر الاسود. كنخليهم في واحد ماشي شي ما كاملاش غير شويه وصافي، وكنصفيهم في واحد الصفايه وكنخليهم على جنب. وندوز لهاد الكوكوت، درت فيها طروفه ديال الحامض ورقه سيدنا موسى، وغادي ندير يتسلق الكلامان 15 دقيقه باش كيجي فتي. الكلامان ما كنطيبوش اكثر من القياس. غادي ندير واحد الزلافه ديال الربيع، كنكثر الربيع على المعدنوس، زدت الثومه شويه بزايد. عندي واحد الحامضه معصوره معصره، وعندي نص حامضه ديال الحامض المصير، وعندي معلقه عامره ديال الهريسه، وراس المعلقه ديال الخرقوم، وراس المعلقه ديال السكينزبير، وراس المعلقه ديال البزار، وعندي معلقه عامره ديال التحميره كما كتشوفوا، وعندي معلقه عامره ديال العطريه الحمراء ديال الحوت، وعندي معلقه عامره ديال العطريه ديال البسطيله البيضاء، وعندي شويه ديال الزعتره ولا الزعتر، وعندي معلقه عامره ديال المطيصه، وعندي 3 المعلقات ديال صوص الصوزه. انا ما كنديرش الملحه حيت تبارك الله عندي كلشي مالح، صوص الصوزه، الهريسه، العطريه ديال الحوت كتكون مالحه، الحامض المصير الملحه ما كنديرهاش في الصرمونه البنات. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال المطارد، وغادي نزيد زيت الزيتون، كنكثر شويه زيت الزيتون كما كتشوفوا، وغادي نطحن الصرمونه ديالي وغادي نرجع معكم. طحنت الصرموله كما كتشوفوا، القوام ديالها هو هذا، واحد المذاق واحد الريحه كتجي رائعه. هاد الصرموله هذه كنعتمدها في الطوازن ديال الحوت، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. غادي ندوز لهاد الطاوه، انا قادره هاد الحوت ندهنو بديك الصرموله وندخلو الفران دغيا دغيا صافي، ونخرجو وغادي نفرتكو هكا ولا هذا، وغادي نحطو فوق البسطيله. انا ما كنديرش ديك الخدمه، كندير هاد الطاوه كما كتشوفوا، تندير فيها بابي كويسو، بابي لامانيو، كندير شويه ديال الزيت العود، شويه ديال الملحه، وشويه واحد العصره ديال الحامض، وكندخلو الفران. كما شفتوا الكلامان ديالي فاش طاب كنصفيه. غادي ندوز لهاد المقله، غادي ندير شويه ديال الزيت العود، غادي ندير 2 معالق ديال الزبده، وغادي ندير الصرموله اللي حضرت معكم. غادي نديرو داك الصرموله طيب، ضروري انا كنطيب ديك الصرموله. والحوت اللي دخلنا الفران ما نخليوش يطيب بزاف حتى ينسف، حيت خرج الطاوه ناشفه ما فيهاش داك الماء. كان الحوت ما كنخليوش يطيب بزاف. الصرموله ديالنا غادي نخليها طيب مزيان كما كتشوفوا حتى تبدل ليا اللون ديالها. شوفوا تبارك الله، واحد المذاق وواحد الريحه ما نقول لكمش. غادي ندير شويه ديال الزيت، ماشي تنكثروا الزيت، وراس المعلقه ديال الزبده، وغادي ندير الكروفيت ديالي يتسحر، وشويه ديال الثومه غبره. نفس هذا شوفوا، انا قادره دابا نلوح المعلقه تاع الصرموله هنا ونصرمل كلشي ونحيدو. الصرموله عندي طايبه، كنخليها على جنب بلا صرملت هاد القمرون غير بشويه الزيت وشويه الزبده والثومه غبره، وكنحيدهم كنصفيهم من داك الماء، تنديرهم في السبكه حدايا نخليهم يتصفاو ولا في الصفايه. غادي ندوزو للطاوه ديالنا الحوت كما كتشوفوا، ما كنخليوش يطيب اكثر من القياس. الا خليناه اكثر من اكثر من القياس تيجي ناشف، ما كيجيكمش بحال كفتي. الحوت خصو نطيبوه القياس ديال الحوت ديالو باش كيبقى لنا داك الماء في الطاوه، باش كيبقى الحوت فتي.
كتلوحوه في فمكم كيدوب، ماشي كتحسوا بالحوت قاصح. والكلامان كما قلت لكم 15 دقيقه ما نفوتش ليه. شوفوا تبارك الله الكلامان تيبقى دايب، تيدوب في الفم. كاين اللي كيطيبو كتر من القياس تيولي قاصح. هذاك الماء اللي صفيت ديال الكروفيط اللي تصفى ليا من الكروفيط كنجدو على السعريه الصينيه. غادي ندوز نفس المقله، ما كنغسلهاش، كنجيد فيها شويه ديال الزبده، وغادي ندير ديك الصرموله ديالي. نفس الهاسوار اللي طحنت فيها الصرموله طحنت فيها هذا الفطر الاسود باش ديك العطريه ما تضيعش ليا اللي كانت في الهاسوار. طحنت فيه هذاك، ضروري نطحن هذا الفطر الاسود. فاش كنطحنوه هو اللي كيعلك ليا البسطيله ديالي وكتجيني معلقه. غادي نقطع السعريه الصينيه كما شفتوا، وغادي نزيد على داك الفطر في المقله، وغادي نزيد معلقه من ديك الصرموله اللي حضرت معاكم، وغادي نخليها تسحر مزيان. باللي كتسحر انا ضروري الكبيدات نخلط بيديا، تنخلط بيديا باش كنعرف اش كاين تما. واحد المذاق بغيتكم تسمو ويلي على سمو. كون شميتوا الريحه من هاد المقله، واحد المذاق اقسم بالله العلي العظيم. الا هاد البسطيله كتجي معلكه وكتجي بنينه كما قلت لكم، اللي بغى يجي عندي وكان قريب وعسق البسطيله يجي عندي مرحبا به. شوفوا تبارك الله التعليكه، وشوفوا البنه، واحد البنه بغيتكم تكونوا حدايا وتذوقوا من هاد البسطيله كاملين. مرحبا بالجميع. كنشكركم اخوتي على التعليق الزوينين، كنشكركم على الهضره ديالكم، الله يكثر خيركم، على المتابعه ديالكم. ولكن كنستحق الدعم. ديروا لي البارطاج للفيديو، الله يكثر خيركم. الصرموله كنزيد شويه في القمرون، شويه في الكلامان، وكنخلطها حيت من طبيعه الحال الصرموله راها طايبه. كنوري لكم الكلامان كيدوب في الفم، كيدوب. كاين اللي كيطيبو كتر من القياس. الا انا كنشد عليه في الكوكوط في الصفاره، كتشدوا الكوكوط سمعتوا، ديروا الصفاره وتحسبوا 15 دقيقه وتطفيو على الكوكوط صافي، وتديروه في الصفاي وتخليوه كيجي دايب في الفم. نرجعوا الحوت ديالنا اللي طيبنا في الفران. كما قلت لكم رانا قادره نصرملو وندخلو الفران، ولكن انا كندير هاد الخدمه هادي غير بشويه ديال الزيت كما شفتوا، شويه ديال الملحه وعصره ديال الحامض، وكندخلو للفران. دابا نقيتو كنخلي غير الهبره ديالي، وكنحاولوا نخلو الطروفه غلاض شويه، ماشي كنقطعوهم رقاق، كنخليوهم باينين باش كيجيونا باينين في البسطيله. غادي نزيد واحد المعلقه ديال الهريسه، وغادي نخلط الحوت ديالي بيديا مزيان، وغادي نديرو فوق البوطيط تسحر واحد الصحيره. واخا يتسحر ماشي كيتفرتات ولا كيتعزلنا الحوت، ولا الحوت زوين. هاد الزلافه درت فيها التحميره، كنكون مصاوبها التحميره والزيت، الزيت النباتي هو باش كندهن الورقه. غادي نزيد هذيك السعريه الصينيه مع الفطر. كما شفتوا انا ما كنكثر السعريه ما كنكثروهاش في البسطيله بزاف. كاين اللي كيكثر السعريه اكثر من الحوت، راه ما كتجيكمش البسطيله زوينه. الا بغيتو ديروا البسطيله على حقه وطريقه، تبعوا هذا الفيديو وغادي تجيكم بنينه، وغادي تجيكم عامره حوت. انا عطيتكم المقادير ديال 40 البسطيله ديال 40. كما كتشوفوا السعريه الصينيه انا ما كنكثرهاش، غير كندير غير داك الشويه مع داك الفطر الاسود. داك الفطر هذيك الطريقه اللي درت ليه سحرته وطحنته مزيان، هو كيجيب لنا واحد التعليكه وواحد المذاق في البسطيله. ديروها البنات. شوفوا نتوما ما ديروا لا تعليق لا ابوني لا لايك حتى تجربوا البسطيله، عاد رجعوا عندي للقناه. وفاش ترجعوا للقناه ما تنساونيش من البارطاج، الله يكثر خيركم. الكلامان شوفوا شدوا عليه 15 دقيقه في الكوكوت، ديروا الصفاره غير تكمل لكم 15 دقيقه صافي، وطفيو عليه بالحساب. ما تفوتوا حتى دقيقه باش كيجيكم الكلامان رطب، كيجي فتي. راه كاين اللي كيطيبوه بزاف وبلي كيبغيو يعدى تيجي قاصح، يقول لك علاش كيجيني قاصح. صافي زدت الكلامان، زدت الكروفيت. غادي نزيد شويه ديال الفرماج. الا كان عندكم الفرماج الموتزاريلا تيكون حسن، الموتزاريلا ما تيكونش مالح. هذا الفرماج الاحمر تيكون مالح شويه. داكشي باش درت غير شويه، حيت كما شفتوا البسطيله انا ما درت فيها الملحه الا داك الحوت اللي دخلت الفران هو اللي درت فيه واحد الرصه ديال الملحه باش يجيني بنين. درت فيه رصه ديال الملحه، ودرت فيه شويه ديال الزيت كما شفتوا، وعصره ديال الحامض كيجي بنين. ولكن الطاوه فاش نخرجوها من الفران خص يبقى فيها داك الماء ويبقى الحوت رطب باش كيجي كفتي. صافي درت البيض هنا، واحد البيضه كامله ضربتها كنلصق بها هاد الوريضات. وراكم تبارك الله كلكم حاجات، انا غير كنشارك معكم داكشي اللي كندير. كما قلت لكم هنا راه هاد الفيديو درتو نهار الاربعاء في فقادير، وجيت المحمديه نهار الخميس، وكنسحاب العيد حتى نهار السبت. قلت الغدا الجمعه عاد نستراح شويه من الكار مع خوتي. جيت نهار كامل حتى العشيه عاد وصلت.
قلت غادي نجي ونستراح شويه، عاد نوجد معكم الكيكه ونوجد معكم داكشي ديال العيد. ولكن الكبيدات ما وجدت حتى شي حاجه، لحقت قالوا لك غدا العيد. كما كتشوفوا واحد المعلومه البنات، البسطيله ما نشعلوش الفران من الفوق ومن التحت، ضروري الفران نشعلوه غير من التحت حتى تصفار لينا تحمار البسطيله من التحت وتولي تقرمش فيها التقرميشه من الفوق. عاد كنسعل الفران من الفوق. راه كاين اللي كيسعل الفران من الفوق ومن التحت والورقه كتجيه معجنه. انا الورقه تطيب تجي مقرمشه. كطلع خير كانوا كيهضروا حدايا الدراري، داكشي باش ما صورت معكم التقرميشه. راه بغيتكم تشوفوا وكلشي كيبان لكم في الفيديو. راه واخا ما تسمعوش راه التقرميشه وجات محمره من الداخل وجات طيبه. والله البنات لا واحد المذاق التزيين كيبقى اختياري. داكشي اللي عندكم قديو به. انا ما درت الخص في الجناب ديال التبصيل. والله الا كنت غاسله الخص حاطه حدايا، قالوا صافي ماشي مشحيد ماشي مشكل، صافي غير حطينا هكا صافي. وحط اصلا ما كانوا لا ضياف لا والو، كنا غير حنا. درت العشاء نهار الاربعاء في رمضان، طاطا فطرنا وهذا وصلينا، عاد تعسينا بها. وديروا نتوما الخص فرشوه في الطبسيل. اللي كتفرشوه في الطبسيل كيجي عاطي المنظر، كتجي زوينه بزاف. الصراحه حنا ما كانوا لا ضياف لا والو، كنت غاسله كنت حاطه حدايا، قالوا لي صافي ماشي مشكل. كما قلت لكم كنا دايرين العشاء. والتصوير صورته بتليفون اخر، فاش قربت نكمل الفيديو وطفى لي التليفون. هذاك الشيء باش جاتني بحال ما جاتنيش بحال التصوير الاول، جات بحال مطببه شويه. وكما كتشوفوا تبارك الله الحشوه ولا الحشوه ديال البسطيله جات عامره حوت وجات لذيذه وجات معلكه. وكنتمنى تجربوا الطريقه ديالي، راه غيتعجبكم. جربوها الكبيدات، شوفوا ما ديروا لا تعاليق، ما ديروا ابوني، ما ديروا حتى شي حاجه حتى تجربوا البسطيله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش من البارطاج.